النهارده ان شاء الله هعمل معاكم غدا سهل وسريع ومش هيوقفك في المطبخ كتير وفي نفس الوقت اقتصادي. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا معايا كيلو من السردين غسلته كويس بميه. لازم تغسليه كده تحت ميه جاريه لان السردين من الحاجات اللي بيكون فيها زفاره شويه، وعصرت عليه ليمونه. بعد كده عندي هريسه كده فلفل احمر فرمان، وحطاه كده في الفريزر عندي، وخدت معلقه من الثوم وهتبل بها السردين. هنا ما حطيتش ملح لان الهريسه فيها ملح والثوم فيه ملح، فهيتبل معايا السردين كويس. بعد كده هسيبه كده في التتبيله، ومعايا هنا بصل ومعايا طماطم، معايا فلفل، معايا ليمون. هنعمل طبعا دي الخلطة اللي هنحطها تحت السمك. ما شاء الله الخلطة دي بتكون جميلة جدا، في نفس الوقت بتاكلي بيها الرز عادي، بتدي للسمك طعم حلو. الخلطة ذات نفسها بيكون طعمها حلو. هنعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. قطعت البصل، قطعيه بقى بأي شكل انت عايزاه. بعد كده هقطع الطماطم وهقطع الفلفل. اي خضار حابه تحطيه حطيه. ممكن طبعا صينيه البطاطس دي تحطي فيها صينيه السمك دي تحطي فيها بطاطس برضو مفيش اي مشكله. لكن احنا هنا استكفينا بس بالخضار، بس اللي هو البصل والطماطم والفلفل والليمون. لو انت بقى حابه تزودي تحت كده في الصينيه من تحت شرايح من البطاطس برضو بيكون طعمها جميل، مفيش اي مشكله. هنا بقى خلصت كل الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خدت برضو معلقه من الثوم المهروس احطها عليه، وهاخد معلقه من الفلفل، نفس الفلفل الاحمر المهروس اللي احنا حطيناه على السمك. حطيناه بس مش عارفه ما جاتش في المقطع ده في الفيديو ليه. وخلاص هنا بقى خدت معلقه صغيره من البابريكا ومعلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وخدت معلقتين ملح، وهاخد عصير ليمونه. وزي ما قلت لكم حطيت معلقه صغيره من الثوم ومعلقه من هريسه الشطه اللي احنا متبلين بيهم السمك. قلبت كده كويس. خلاص كده الخضار اتبل معايا. بعد كده جبت صينيه نزلت كده بنص الكميه من الخضار اللي احنا تبلناها، وبعد كده هنرص عليها السمك. شايفين سهله ازاي وبسيطه؟ زي ما قلت لك مش هتاخد معاكي وقت خالص، يعني اقل من نص ساعه هتكوني مخلصه الغدا كله. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. تنزلي عند كلمه اشتراك اللي مكتوبه باللون الاحمر وفعلي الجرس هيوصلك اي فيديو بنزله. خلاص كده تمام. رصيت السمك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هنزل ببقيه الخضار على السمك. بعد كده هاخد شويه من الزيت. خدت حوالي 3 معالق كبار كده من الزيت، مش كتير. وخدت كده رشه بسيطه من الخل، بحب احط الخل على السمك الصينيه في الفرن. بعد كده هندخله الفرن وكده خلاص السمك جهز معانا. هنا بقى هنعمل الرز. حطيت بتنجان كده يتشوي، وبعد كده هنعمل الرز اللي هو حبه وحبه. خدت شويه من الزيت احمر فيهم الرز، طبعا كلنا عارفين طريقه الرز ديت. وحطيت كمان البتنجان يتشوي، يعني سمك يعني يكون فيه بتنجان مشوي بيبقى مع السمك من الحاجات الجميله جدا. طبعا انا مولعه الفرن، بس حبيت ان انا اعمل البتنجان على البوتاجاز من فوق كده، بيدي طعم وريحه حلوه قوي احلى من اللي بتشويه كمان في الفرن. خلاص شايفين كده البتنجان خلاص استوى معانا، والرز كمان خد اللون. طبعا غسله الرز المصري طبعا كل كوبايه رز بتحط لها كوبايه ميه. انا طبعا ما بعايرش الرز المصري، بعمله كده يعني بالويم. بغسل الرز وبحطه، بحط الميه بغطي كده بالميه بس من عليه من فوق، بكون مغطيه الرز وخلاص كده تمام بيستوي معايا بيبقى زي الفل. بس انا بقول طبعا للبنات الصغيره اللي هي لسه سنه اولى مطبخ، لما بتعملي كوبايه رز بتحطي عليها كوبايه ميه. لكن زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، حطيت الرز غسلته وحمرته وحطيت كده الميه والملح، واسيبه لحد ما ينشف بقى ويستوي. هنا خلاص البتنجان بعد ما اتشوى هنبدا نقشره. طبعا هو سخن جدا. خلاص كده هنشيل اي القشره السوداء دي تماما، ما تخليش قشره سوداء كده وانت بتقشري البتنجان. شيلي كل القشره الخارجيه دي. بس عشان هو سخن مش عارفه اتحكم فيه كويس، فبشيل بايدي وبرجع اشيل بالشوكه زي ما انتم شايفين.
خلاص كده بقى ههرسه كويس. طبعا ممكن تفرميه في الكبة، بس انا بفضل لما بعمل البتنجان بفضل ان انا اهرسه كده، بحس ان طعمه بيكون احلى من اللي مفروم في الكبة. خدت كده معلقة من الخل عشان اللون ما يغيرش، وخدت توم ورشة بسيطة من الملح، وخدت كده معلقتين من الهريسة، معلقة من الهريسة الفلفل الأخضر ومعلقة من هريسة الفلفل الأحمر، وعصرت عليه ليمونة. وخلاص كده البتنجان بتاعنا جهز. بتنجان مشوي عادي، مفيش في أي افتكاسة خالص. فضيته في الطبق كده، واخد عليه رشة بسيطة من زيت الزيتون، ورشة كمان كده من البابريكا، وخلاص وكده البتنجان بتاعنا تمام. هنا كان الرز نشف، وطيت عليه النار خالص يستوي، وبعد كده السمك خلاص استوى وخرج من الفرن. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي. الرز كمان استوى. دي كانت وصفة النهاردة، وصفة سهلة جدا وبسيطة، وزي ما قلت لكم اقتصادية في نفس الوقت. ان شاء الله تجربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفة جديدة على خير، ومع السلامة.